بصي لسه صاحيه من النوم وعايزه اقول لكم ايه، ببقى متدهوله. وحشتوني. هتعملي ايه النهارده يا اموله؟ النمل مبهدلنا، النمل مش قادره. بصي يا ربنا انا حاسه ان النمل بياكل في جسمي. مع اني بامانه بنضف على طول واكنس على طول وانفض. بصوا عشان خاطر ايه النمل يعني قايم بالواجب في المطبخ في الحمام في الصاله. بس اشكر ربنا ان هو ما وصلش لعندي في الاوضه، عشان كده الموضوع هيبقى اوفر. طبعا شكرا على كلامكم الحلو، شكرا على كومنتاتكم، شكرا على الفيديوهات بدات الى حد ما تجيب مشاهدات بس ما فيش لايكات، معرفش ليه. طب يعني هو اللايك اصلا مش بفلوس، او صباعك مش هينفعك لو انت دوست على اللايك. حطوا لي بقى لايك بعد كل المقدمه اللي انا قلتها دي. عايزه اقول لكم ايه، عندي شغل كتير ما يتعداش. بس الحمد لله دخلت شطبت المطبخ بس ما صورتش معاكم. انا قلت ايه يعني مش قادره ان انا اصور معاكم فعلا. طبعا ده طلعناه من الفريزر امبارح بس كده ايه ده ينشف، هدخله يعني هطلعه للبط يعني. سهل وخفيف مش ممل يعني، عشان بس ايه ما تملوش منه. عايزه ادخل دي في اوضتي، باجي من بره عايزه اقول لكم برمي كل حاجه في ايدي. بص هو نضيف على فكره، بس عشان ايه يعني لو مثلا فسفوسه اكل ولا حاجه طبعا هتلم علينا النمل. طبعا ده زحيم للدنيا، فانا ايه هنزله تحت بس مستنيه لما ريمو يجي بالسلامه عشان بس ايه مسوي. دي بتاعت ريمو الورقه دي ما ترميهاش، انا لقيتها في الكفرون بتاعه وانا بغسله بس انا نسيت اوريها لك. ماشي في اللبس بتاع الجيش. ترتيب الدنيا وانا مستنيه ريمو يجي بالسلامه وهي يشوف بقى ايه هيوديه فين، لان ايه ترتيب الدنيا مش عايزاه هنا يعني. وكمان كل اللي معاه حاجه بيحطوا عليه، فبالتالي الدنيا ايه بتبقى بص عامله ازاي على اللعب بتاعت العيال. والمروحه وقعت امبارح واحنا نايمين، عايزه اقول لكم قمت مخضوضه وللاسف مش عايزه تنطق، مش عارفه هعمل ايه. ربنا يستر.
طبعا اكتر كرسيين ممكن نلاقي عليهم النمل الكرسيين دول. طبعا ده انا عايزه امجده يا جماعه او ابيعه واشتري انطريه غيره يعني لما ربنا يسهل. ما قلتلكوش شاهدوا لي الاعلانات بتاع يوميات انا كل حياتي، مش هقول تاني. انتوا عارفين طبعا بكلمكم بعشم ومحبه وعشان انا بحبكم. انا قلت بقى ايه اخلص هنا ترويق في الشقه وبعد كده هعمل ايه بقى، هطلع فوق. هقول لكم بقى هعمل ايه فوق بس لما اطلع يعني. وفي نفس الوقت الجو حر نار. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 12 او 11 ونص. ف طبعا الشغل اللي فوق اللي عاوز يتعمل فوق مش هيستنى لاخر النهار لما الشمس تروح. فبالتالي هعمل ايه، هطلع اعمل نصه دلوقتي والنص التاني انا على فكره فصلت المروحه عشان كده ايه الجو حر. هعمل نصه دلوقتي والنص التاني لما الشمس ايه تبتدي تغيب عشان بس ايه اقدر اسيطر واقدر اخلص. اللي وصل معموله لحد هنا اللايك. هكمل بقى ايه كلس مع نفسي يا جماعه. وما تنسونيش في اللايك ومشاهده الاعلانات. ربنا يخليكم ليا يا رب. يلا حبايبي عموله